السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي وفي احسن الاحوال. الله يعطيكم كل ما كتمناو في خاطركم يا ربي. الله يفرحكم. مرحبا بكم في قناتي اللي هي قناة كريمة ام محمد. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو، ان شاء الله يعجبكم، يكون خفيف ظريف على قلوبكم. هاد الفيديو هذا غادي نوجد واحد الكيكه بواحد المكونات، اللي هما هنا عندي واحد الكاس ديال اللوز مطحون. هاد الكاس هذا ديال اللوز مطحون هادي راه غير 10 دراهم. هنا عندي شوفان حتى هو مطحون. هنا عندي البسكوي حتى هو مطحون، يعني البسكوي اي نوع كتفضلوا ديروه. هنا عندي كاس مع مرشد ديال سكر سنيده، اللي كيبغي الحلاوه يزيد، اللي ما كيبغيش الحلاوه ينقص. هنا عندي كاس مع مرشد ديال الزيت نباتيه. هنا عندي كاس مع مرشد ديال الحليب، وعندي واحد العلبه ديال دانون بنكهه الباني. عندي واحد 3 بيضات، الا كان البيض كبير ديروا غير 2. هنا عندي 2 خمارات. عندي واحد المنكه ديال نكهه البرتقال، غادي ما نديروش كامل، غادي ندير غير النص ديالو، هو شويه مجهد. فهنا غادي ندوز للتحضير، نبداو على بركه الله. بسم الله. غادي نضيف فاش نخدم، غادي نضيف البيض هنا، وغادي نضيف السكر. غادي نجيب واحد المعلقه نحيد هاد شي حاجه هنا في البيض، غادي نحيدها. هنا شي حاجه ديال البيض، كتعرفوا البيض ضروري شي مرات كيكون فيه بحال شي نقيطات هكا كحلين. غادي نضيف واحد الرشيشه ديال الملح، نسيتها، تعديل الذوق. فهنا غادي نخدم هاد المكونات هادو مزيان. بسم الله. غادي نضربهم مزيان حتى هاد الخليط هذا يولي عندنا هكا على شكل الكمام. هنا ضفت هذيك العلبه ديال الياغورت، غادي نخدم الكل مزيان حتى يندمج ليا هذاك دانون مع السكر مع البيض. يعني كل حاجه نعطيوها الوقت ديالها الكافي في الخدمه باش هكا تكون يعني تخرج لنا النتيجه زوينه. هنا غادي نبدا نضيف الحليب شوي بشوي. هنا غادي نبدا نضيف الزيت حتى هو، غادي نبدا نضيف بشويه بشويه، ما نديرش كلشي في مره. من بعد ما ضفت الحليب هنا غادي نجيب هذاك الكاس ديال اللوز. بسم الله. اللوز ما محمر ما حتى شي حاجه، غير هكا مسحته ونقيته هكا بواحد المنديل من هذيك الغبره اللي كتكون فيه صافي، وطحنته هكا في الهاشوار. غادي نجيب هذاك الكاس ديال البسكوي، غادي حتى هو نبدا نضيف بشوي بشوي. وغادي نجيب هذوك الخمارات، صافي. هنا درت كاع المكونات اللي عندي. هنا عندي واحد 2 معالق ديال الكاكاو المر، بطبيعه الحال غربلتهم باش ما يبقاوش هكا مكورين. من هنا ما ننساش نوجه التحيه ديالي لمجموعتي اللي هي مجموعه صدق والتعاون برئاسه الاخ اتوميكس. كنقولك شكرا جزيلا اخي على الدعم ديالك المستمر والمتواصل مع الكل، جزاك الله كل خير. مرحبا بالاخوات الجدادات اللي انضموا معنا لمجموعتنا، مرحبا بكم، نتوما في المكان المناسب. مرحبا بالاخوات الجدادات اللي انضموا لقناتي، مرحبا والف مرحبا بكم. اي اخت فيكم بغات تنضم لمجموعتنا تخدم على اي شرط من الشروط، مرحبا بك اختي. فقط خلي تعليق اسفل الفيديو، والمشرفات غيتواصلوا معك وغيقوموا معك بالواجب. مرحبا بالجميع.
فهنايا في هذا الكيك هذا راه كنقدر نضيف فيه حتى الزبيب مقطع رقيق، كنقدر نضيف فيه التمر حتى هو مقطع رقيق، يعني جميع انواع المكسرات كنقدر نضيفها فيه. فانا ما متوفرينش عندي هادشي اللي متوفر عندي فضفته. فهاد الكيكه هذه يعني جميع الفواكه الجافه كنقدر نضيفها فيها في هذا الكيك هذا. فهنا صافي هذا هو القوام اللي خاصو يكون في هذه الكيكه هذه. صافي دابا مبقى ليا غير نوضعها في المول وندخلها للفران. صافي هذا هو المول اللي غادي نخوي فيه هذا الكيك هذا. فهنايا راني دهنته بالزيت، رشيته بهاد الكونكاسي وحطيته في الفريغو. هنا غادي نجيب هذا الخليط هذا غادي نفرغه بهذا الشكل هذا بسم الله. فهنا الفران حتى نبغي نحط الكيكه في الفران عاد باش نشعلو، يعني ما يكونش مسخن من قبل. صافي هنا بعد ما حطيت الكيك ديالي في الفران هنا كنقاد واحد الكريمه ديال الشوكولاط اللي فيها الحليب، فيها واحد 2 ديال الفلو، فيها 2 معالق صغار ديال السكر، فيها الكاكاو. صافي غادي نخلط هذا الشيء هذا مزيان. وفيها 2 معالق ديال الكريمه، ما عرفتش واش قلتها ولا ماشي قلتها، المهم فيها 2 معالق ديال الكريمه. فهنا غادي نخلط هذا الشيء هذا مزيان، هذا نردو على الفوطاق باش يطيب. هذا الحليب 2 كيسان ونص كبار ديال العنبه ديال الحليب. كيك هو هذا بعد ما خرجته من الفران كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي يعني كيجي مزيون كما كتشوفوا. كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نجيب هاد لاصوص هذه ديال الشكلاط وغادي نخويها من فوق من هذا الكيك هذا. بسم الله. تقدروا تخليوها غير هكا، يعني بلا ما ديروا فيها هاد الكريمه هذه، تخليوها غير هكا. هي صراحه كتجي مزيونه وكتجي بنينه، كتجي غزاله، نتمنىها تعجبكم. مازال هنا غادي نزينها من الجناب، غير غادي ندخل الثلاجه حتى تبرد هاد الكريمه هذه وغادي نزينها. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، الطريقه ديال تحضير الكيك تعجبكم. بسلام عليكم، في رعايه الرحمن. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو ماجي باذن الله. بسلام عليكم. بركة صافي.